ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. انا النهارده طالعه لكم بروتين جديد وبطريقه جديده. طالعه طبعا بتكلم معاكم في قلب الفيديو، يا رب طبعا الصوت عندي يكون واضح لكم. هنجهز طبعا الفطار سوا مع بعض، وفي نفس الوقت هنتكلم في موضوع مهم قوي كان مضايقني، وكان ده اللي مخليني بقالي فترة ان انا مش حابة ان انا اطلع. يعني كان بقالي كام يوم مش حابة ان انا اطلع بسبب في كومنتات كده بتجيلي سببت لي مشاكل طبعا في البيت. فانا طالعة النهاردة اجهز معاكم الفطار ونتكلم مع بعض في الموضوع ده. طبعا هنعمل شوية سندوتشات كده على الماشي، فطار خفيف وفي نفس الوقت الأطفال كلها تحب ان يبقى فيه سندوتشات على الفطار والكلام ده. هنعمل سندوتشات جبنة، سندوتشات لانشون، هنعمل بيض، سندوتشات بيض مسلوق. طبعا الحاجة اللي مضايقاني وكنت طالعة عشان اكلمكم فيها، ان انا بتجيلي كومنتات على القناة بتاعت اليوتيوب من ناس هي شايفاني ان انا شخص مش محترم. مش كل منقبة او مش كل واحدة طالعة بتعمل روتين او كده ما تبقاش شخص محترم، لا بالعكس. يعني تبقى ممكن في محترم وفي اللي مش محترم. فانا طبعا في كومنتات وحشة جدا بتجيلي ان انا منقبة وان مش عارفة يعني بيتقال كلام مش كويس كتير. فالناس كلها مش زي بعضيها، يعني الناس كلها مش زي بعضيها. لو في ناس مثلا بتتعمد ان هي تعمل كده، فانا لا، انا فاتحه القناه دي عشان اكل عيش، واكل العيش مش عيب ولا حرام. زي ما كل واحد ليه شغله وليه دنيته وليه حياته، انا يعني فاتحه القناه دي عشان اكيد ليا ظروف معينه، ليا حياه معينه انا حابه احسن منها. فانا طبعا بيجيلي كومنتات مش سلبية. انا عارفة ان كل قناة ليها كومنتاتها السلبية وليها كومنتاتها الحلوة، بس انا للاسف الكومنتات اللي بتجيلي سببت لي مشاكل، لان الكومنتات اللي بتيجي من اشخاص غريبة، واشخاص يعني الكومنتات اللي بتتقال بتحسس اللي حواليا ان انا ممكن واحدة مش محترمة. فده مش حلو، يعني ان احنا نعامل الناس كلها زي بعض، ده طبعا مش حلو خالص. لازم الشخص اللي بيتفرج على البني ادمين يميز الست المحترمة اللي طالعة فعلا تاكل عيش من الست اللي مش محترمة. ويعني انا مش يعني كل الناس اكيد مش زي بعضيها، واكيد يعني انتوا ليكوا وجهة نظر في الشخص اللي بتطلع قدامكم. وانا ليا متابعين كويسين جدا وكلهم على راسي، وكلهم ناس محترمة، وكلهم انا بحب كومنتاتكم جدا والله. فاتمنى ان انتوا لو كلامي صحيح وعندي حق كلكم تشجعوني، وكلكم تقولوا لي كومنتات حلوة على القناة، لان انا فعلا والله العظيم كنت متضايقة جدا الايام اللي فاتت، وما كنتش حابة ان انا اطلع خالص بسبب الكلام ده. بس يعني لما قعدت مع نفسي قلت لا، ده شغلي وده يعتبر اكل عيشي ولازم اطلع واتكلم معاكم فيه، مع ان الموضوع والله كان مضايقني جدا. فلو انا عندي حق قولولي. فاتمنى ان الناس اللي بتعلق التعليقات اللي مش كويسة او شايفيني ست مش كويسة بلاش يخشوا القناة احسن. يعني بلاش ان هم يخشوا القناة ويقولوا كومنتات مش حلوة، لان ده بيبقى مش حلو. انت كده بتهين اللي قدامك، بتجرح اللي قدامك بالكلام، فمش حلو. كل واحد يحط مامته، يحط اخته قدام عينه، او يحط مراته اذا كان متجوز، هيلاقي ان هو اكيد مش هيقبل عليها الكلام اللي بيتقال. فانا اتمنى ان تكون رسالتي وصلت،
واتمنى كل حبايبي اللي في القناه يشجعوني في الكلام ده، ويقولوا لي كومنتات حلوه ويشجعوني عشان اعمل فيديوهات. وطبعا زي ما عودتكم مش عايزين ننسى ان احنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الفيديوهات، وندعي لاخواتنا في فلسطين وفي سوريا، ربنا يهونها عليهم يا رب. طبعا زي ما عرفتكم النهارده الفطار بتاعنا يعني خفيف شويه، مفيهوش يعني حاجات كتير، هو سندوتشات لانشون جبنه، وهنعمل سندوتشات بيض. هنا طبعا عملنا 2 لانشون فراخ و2 لانشون لحمه، وهنعمل 1 جبنه بالزيتون، وهنعمل برضو بيض. بس ولو فيديو النهارده عجبكم وروتين النهارده عجبكم، وعايزين برضو الفيديوهات تبقى على طول كده، وعايزين الفيديوهات على طول ان انا اطلع اتكلم معاكم بدل تسجيل الصوت وكده، قولولي برضو. انا والله العظيم بفرح لما القناه بتكبر بيكم كمان وكمان، انا فعلا ببقى سعيده جدا جدا وببسط جدا جدا والله من جوايا، وحابه اشكركم كلكم، وكلكم على راسي من فوق. هستأذنكم بس هقشر البيض وارجع لكم. وهنا بقى كنت سلقت البيض وقشرته، وبرضه هنعمله سندوتشات. وبجد حابه اشكر كل الناس اللي بتتابعني، وكل الناس اللي بتقولي كلام حلو. انا حابه اشكركم كلكم، حابه تقولوا لي بتتابعوني منين، وحابه تقولوا لي القناه بتاعتي بتعجبكم ولا لا. وهنا طبعا بقى هنعمل سندوتشات بيض، وهنعمل مع بعض كوبايتين شاي بلبن. والله افطار النهارده جميل قوي، اتفضلوا معانا. الف هنا وشفا على راسي والله يا جماعه، بجد كل متابعيني على راسي وفوق. معلش انا كل شويه بروح وباجي كده عشان بتابع بس اللبن حاطاه على النار. فيا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم طريقه فيديو النهارده اتمنى ان انتوا تقولوا لي امولوا لي كتري من الفيديوهات دي عشان عجبتنا. ثواني بس هجيب الملح والفلفل الاسود. هنا هنحط طماطم عشان برضو تدي طعم للسندوتش، بتبقى حلوه قوي يعني الطماطم مع البيض المسلوق كده. ولما بصوا بنحط رشه، بصوا علبه الملح قد ايه نحط شويه ملح، ونجيب الفلفل الاسود نحط برضو شويه فلفل اسود. صدقوني الفلفل الاسود بيودي الساندوتش في حته تانية. بصوا شكل الساندوتش، يا رب يكون واضح بالنسبه لكم. ونجيب فينو تاني ونعمل 1 كمان. والله يا جماعه انا مبسوطه ان انا طالعه وبتكلم معاكم، ما بتعرفوش انا مبسوطه قد ايه، لان كنت محتاجه ان انا اوضح النقطه اللي انا وضحتها لكم بتاعت الكومنتات اللي مش كويسه، عشان بجد بتضايق. يعني اي حد يحط نفسه مكاني هيلاقي نفسه ان هو هيتضايق، يعني مفيش حد يقبل على نفسه الكلام ده. لان انا مش طالعه يعني مش طالعه العب ولا طالعه اهزر، انا طالعه اكل عيش، ده اكل عيش. انا واحده طالعه يعني، اكيد اللي مخليني مثلا افتح قناه او كده اكيد في ظروف معينه، في حاجه معينه اللي تخليني ان انا في احتياج لده. فاتمنى دعمكم ليا كمان وكمان. وهنا طبعا يبقى طبق السندوتشات بتاعتنا خلص. بصوا الطبق جميل ازاي، طبق حلو جدا
بصوا هنفضي الدنيا من حوالينا شويه ونركن طبق السندوتشات على جنب عشان اجيب المجات عشان نلقم الشاي بلبن بتاعنا. وجيت لكم تاني عشان نعمل بقى مع بعض الشاي بلبن. احنا طبعا غاليين اللبن وغاليين الميه. نحط بقى ايه، نحط هنا فتله وهنا فتله. في واحد هنعمله بدون سكر وفي واحد هنعمله بسكر. وده طبعا نوع شاي بلبن برضو تاني، بس ده ايه يعني حاجة مختلفة يعني عن الشاي بلبن بتاعنا يعني. هو اسمه شاي بلبن كرك. ده يا دوبك بس يعني بتحطيه في الكوباية وتحطي له مية سخنة وخلاص، يعني مبيتحطلوش حاجات كتير. وهنا بقى للمج بتاعنا التاني هنحط فيه واحد هنحط له سكر، واحد مش هنحط له. طبعا ده اللبن بتاعنا اهو، ده غاليينه وبرده المية هي غاليينها. نحط طبعا شوية مية وهنا طبعا هنصب ده كده كده مش محتاج لبن، هو منه فيه كل حاجة تمام كده. هنقلب بس عشان ايه الفتلة تنزل اللي فيها. والله يا جماعة انا مبسوطة جدا، مبسوطة قوي ان انا طالعة اتكلم معاكم. هنا طبعا هنحط اللبن بس. وده بقى يا جماعة النهارده اهو كان فطارنا وكان المشروب بتاعنا السخن. والفلكوا الكاميرا بقى عشان تشوفوا المنظر بعمل ازاي. وباي باي يا احلى متابعين في الدنيا، واستنى رايكم في الفيديو. لو عجبكم كومنتات كتير ولايكات كتير، واعملي شير للصفحه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. واتمنى ان الصفحه تكبر بيكم كمان وكمان عشان انا فعلا في احتياج لده. وباي باي يا احلى متابعين في الدنيا.